السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة هعمل معاكم أكلة سريعة. طلب مني إن أنا أعمل أكلات سريعة علشان خاطر في واحدة أو بنوتة معايا مشتركة في القناة، من المغتربات يعني في كلية وبعيد عن أهلها، فقالت لي أنا عايزة أرجع من الكلية أعمل وصفة تكون سريعة ومتاخدش مني وقت. فحاضر من عينيا الاتنين يا مي. نبتدي دلوقتي نعمل مع بعض الوصفة اللي أنا يعني هقول لكم عليها واحدة واحدة كده. هنعمل يعني طريقة فراخ حلوة ومكرونة كمان في السريع، أسرع طريقة مكرونة هتاكليها في حياتك. المهم، انا عندي الفراخ هكون غسلاها ومظبطاها ونقعاها. بصوا، عايزاها فله شمعة منوره كده. تمام كده تمام. ممكن تستعملي دبابيس، ممكن تستعملي وراك، ممكن تستعملي صدور مثلا مخليه. اي حاجه تنفع في الوصفه دي. هنزل عليها بشويه ملح وشويه بابريكا وفلفل اسمر. الكميه حسب الكميه اللي عندك، يعني كميه البهارات حسب الكميه اللي انت بتستعمليها. انا ممكن اقول لك مثلا نص معلقه بابريكا وانت عندك الكميه كبيره، فساعتها مش هيبقى طعمها باين ومش هتبقى طعمها حلو. فحسب الكميه اللي بتستخدميها حطي كميه البهارات. هبتدي اقلبها تقليبه حلوه كده ظريفه لطيفه زي ما انتم شايفين اهو. ودلوقتي هسيبها على جنب ونشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي بقى هنروح على البوتاجاز مع بعض كده، وهنحط صينية على النار او طاسة، وهتحطي فيها كمية زيت حلوة، لاني انا محتاجة الزيت يكون كتير شوية عشان خاطر يعني مش كتير ان هو يكون يعني مغطس الفراخ فيها، لا يعني الكمية تكون كويس، يعني مثلا قولي نص فنجان كده من الزيت. وهنزل بالفراخ كده على الزيت، ولازم يكون الزيت سخن جدا علشان الفراخ بتاعتنا ما تنزلش العصارة بتاعتها وتنشف مننا. هرص الفراخ كلها زي ما انتوا شايفين كده، وما حركهاش الا لما تاخد لون حلو من تحت. تمام كده تمام اهو زي ما انتوا شايفين اهو. شوفوا اللون، اوعى امسك كانت هتجري دلوقتي. دلوقتي بقى هنعمل ايه بعد ما خدت لون حلو من فوق ومن تحت وظبطناها اخر تظبيطه يعني. هنعمل ايه بقى؟ انا مش عايزه اسبق الصوره عشان نبقى ماشيين مع بعض كده واحده واحده. هنزل عليها بربع معلقه من الحبهان، كميه كبيره انزلي بنص معلقه من الحبهان المطحون. تمام كده تمام. وكمان هنزل عليها بشويه من الشطه صغيرين مش كتير، عشان انا لسه هحط فلفل حامي فمش هكتر الشطه قوي. طيب عشان اضمن ان الفراخ بتاعتنا استوت وبقت زي الفل، هعمل ايه؟ هحط كوبايه من الميه، كوبايه واحده بس ما تكترش، وهي كمان يعني هتشربها بسرعه. او يعني الميه هتتبخر بسرعه، لان احنا مش هنغطي على الصينيه بتاعتنا او الطاسه. هسيبها لغايه لما تتشرب الميه خالص. التركية بقى اللي هنعملها وتخلي الفراخ دي طعمها يعني ياخدك في حتة تانية خالص، هنحط تومتين كده حلوين، ومعاها شوية من الكزبرة زي ما انتوا شايفين كده، برضو الكمية على قد الكمية اللي هتستعمليها. وهبتدي ان انا اضرب 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 لغاية لما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. رجعنا تاني للفراخ بتاعتنا الجميلة اهو. تمام. هنزل عليها ببصل مقطعينه شرايح، وهنزل عليها كمان بايه؟ بفلفل اخضر حامي وفلفل اخضر بارد. عايزه تستعملي فلفل الوان زي الفل مفيش اي مشكله. وهنديها التقليبه الحلوه. وبعد كده اكون محضره. طب استنى عشان نمشي برضو مع الصوره ما نجريش وفي الاخر نقول مين مع مين. تمام تمام. هنبتدي نسيبها لغايه لما البصلايه بتاعتنا تدبل شويه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي. دلوقتي بقى هنفتح فتحة في النص زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل بالثوم والكزبرة اللي احنا كنا يعني مخبطينهم من قيمة شوية كده فاكرينهم. بعد كده هنزل عليهم كمان يعني قولي بربع معلقة من الكزبرة. وهبتدي ان انا اقلبها كويس كده واقلب معاها الفراخ. لو على الريحه، لو كان الموبايل بيطلع ريحه كنت هتشموا عظمه، يعني بجد صوص الثوم بالكزبره مخلي الريحه حلوه جدا والطعم مختلف. وهنزل عليها بكمان ليمونه كبيره كده، والعصاره بتاعتها تكون كتير. هنزل عليها كده، وبعد كده اقلب تقليبه حلوه كده. وياما حسن صدف النهارده يا جماعه عيد ميلادي. دي اول حاجه، وتاني حاجه عيد ميلاد القناه. يعني انا صادف كده بالصدفه ان انا كنت فاتحه القناه في نفس يوم عيد ميلادي. فالنهارده يا ريت بقى كام حلوه كده قلبها ابيض تشترك عندي في القناه وتقولي كل سنه وانت طيبه.
ويا رب يا رب يعني قبل ما تعدي عليا السنة التانية اكون حققت الشروط، واكون من مفعلين القنوات يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. كده خلصنا الفراخ بتاعتنا وشلناها على جنب. تعالوا بقى نشوف المكرونه السريعه اللي احنا بنقول عليها. هنجيب المكرونه زي ما هي كده من غير ما تتسلق ولا اي حاجه، في صينيه، في حله، في طاسه اللي عندك استعمليه، وهتنزلي عليها ببصل مقطعينه بالشرايح. ممكن كمان تنزلي عليها بشرايح طماطم لو عايزه. انا عندي هنا كمان شرايح فلفل حامي، عايزاه بارد حطي بارد، عايزه الوان حطي الوان، مفيش اي مشكله. وهنزل عليها بالملح. انا تقريبا كيس المكرونه بياخد معلقه ونص من الملح الصغير، معلقه ونص صغيره من الملح. وهنزل عليها طبعا بفلفل اسمر وبابريكا، مش هحط اكتر من كده حاجه، وشويه شطه لو عايزه صغيرين، بس انا يعني كفايه لو انتوا حطيتوا فلفل حامي. هقطع فصين توم فوق الوش زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا مفيش اسهل من كده، كله في طاسه واحده وتحطي على النار هتستوي، تبقى طعمها رهيب. هكون محضره بقى يعني كمان احط عليها تقريبا نص فنجان برضو صغير من الزيت، لان المكرونه بتحب الزيت شويه عشان خاطر تبقى مفرفره كده ومش ملزقه في بعض. وهنزل عليها بصلصه. كميه الصلصه زي ما انت عايزه بتحبي الصلصه تكون كتير في المكرونه زودي، عايزاها تكون معقوله قللي شويه. هنزل عليها بمعلقه بكوبايتين من الميه المغليه، ولازم تكون الميه مغليه عشان المكرونه بتاعتي ما تلزقش في بعضها. تمام كده تمام. وهاخد الحلويات دي كلها بعد ما اقلبها تقليبه بسيطه كده، يعني تدخلي الصلصه والميه ما بين المكرونه، تاخديها وتحطيها على النار. ما فيش اسهل من كده اهو. تمام. اول ما تتشرب الميه بتاعتنا يعني بصوا هنوطي البوتاجاز عليها خالص، وهنسيبها بشويش كده، وكل شويه نقلب فيها تقليبه بسيطه عشان خاطر ما تلزقش من تحت. وبعد كده نقدمها بعض تقديمه حلوه. يلا بينا. بصوا بقى المكرونه الصلصه بتاعتها تمام، والفراخ كانت تحفه. كده عملت لك وصفه حلوه يا مي وسريعه، ويا رب تجربيها وتقولي رايك المره الجايه. بصوا المكرونه فرفره وحلوه ازاي. المهم ما تزوديش في سوا المكرونه كتير، يعني تخليها 3/4 سوا، وهي لما تقعد في بخارها شويه هتتم السوا بتاعها. الفراخ زي ما انتم شايفين زي الفل ومستويه. اشوفك المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. سلام.